كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله. الحمد لله كده صلينا صلاة العيد في مكة، جينا المدينة المنورة بعدين. من أنسب الهدايا اللي أنا شايف إنه أشيلها للناس اللي في السودان موية زمزم أولا، فعشان أشيل لهم موية زمزم بطريقة سهلة في السفر وبحجم مناسب وكده عملت شنو؟ بغات الموية اللي كنا قاعدين نستعملها الموية العادية بعد ما خلصنا منها احتفظت لي زي 7 حبات كده، طلعت منهم الورقة اللي عليهم هسه اعبيها واديها لهم تصلهم سليمه وظريفه ونظيفه. تمام كده عبيتهم كلهم. درجة الحرارة 42، عشان كده دائما لما الواحد يكون في جو مسخن يتذكر دائما انه جهنم اسخن من كده ويدعي لنفسه انه ربنا يقيه من حر جهنم. طيب كده الحمد لله عبيت المويه، خلينا انا كمان اشرب لي حبه بعد السخانه. يا اخي والله اكثر حاجه قاعد تعجبني في مكه والمدينه غير الاجواء الروحانيه وكده التمر ومويه الزمزم. يا الله يا اخي والله حاجه خرافيه. اخر 7 ايام في رمضان دي احنا يوميا كنا بنفطر وبنتسحر على تمر ومويه الزمزم، دائما كان بيكون فطور متكامل وسحور متكامل. الحمد لله بجد يعني تحسوا انه كان بيشبع وفيه كل عندي بتتحرك القبه بتتحرك. اول مره اعرف شفتوها؟ طب ليه؟ انا عارف فيكم تتحرك ليه؟ اكتب لنا في التعليقات تحت. نرجع لموضوعنا، لو جيتوا مكه او المدينه كتروا من مويه زمزم. وبعدين في شيء غريب لاحظ ليه الوالد، هو فعلا حقيقه يعني عاده لما تشرب جك بتاع مويه بعدين لما ترجع الحمام بتطلع على الاقل 90% من الجك اللي انت شربته، بس مويه زمزم لا، انت ممكن عادي جدا تشرب جك وتطلع ربع كوبايه صغيره. بتمشي وين المويه دي؟ برضه سبحان الله. الجيش بيعمل خط حول المدخل بتاع الزياره. زياره للرسول صلى الله عليه وسلم والروضه وكده مش بيقوم الناس طبعا ما زحمه ورا الخط ده بيمشي خط ثاني بتاع الجيش ده بيمشي ثاني يعمل زي مستايره كده كويس، زي يكونوا لهم زي ناس كده يحوطوهم، مش يكونوا ماسكين يمسكوا كده مسافه عشان الخط اللي ورا بيفك. والله الناس دي بتجري يقوم الكان اللي قدام ده كان عامل زي مستايره كان محوطهم يرجع لورا وديل يمشي ثاني قدام. كله شويه حبه حبه لا حول ولا قوه. خلاص والله من قبل افكر امشي ازور عشان كمان اوريكم ليه، بس ما اظن حقدر الليله الا كان اجي بكره ولا شو؟ لا بعد او بعدين برضه ممكن. Tonight the world will sleep. حتى الجناح دي كان فيها زمان غزوه احد، قلنا غزوه معناها حرب انت عارفاها. يلا طبعا جينا المزارات، قاعد احاول افهم روان المزارات دي شنو وكده، وانتم كمان ان شاء الله تشوفوها معانا. ودي المقابر المدفونين فيها منو؟ الشهداء. ايوه هم صحابه اتوفوا كان ماتوا في الحرب بيسموهم شهداء لانهم مسلمين وماتوا لانهم كانوا بيحاربوا دفاعا عن الاسلام. وذاك القبر حوله فيه صخور لونها اسود اوريتك له، ده قبر سيدنا حمزه اللي هو عم منو قلنا؟ ايوه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا الغزوه دي كان المسلمين خسروها ليه؟ لانه كان في الرماه دول كانوا بيعملوا شنو؟ كانوا شايلين السهام. شفت السهم المقوس ذاك اللي بيجوا في التلفزيون؟ المقوس ذاك يا اخي فيه بيكون فيه حرب كده بيشدوها كده بيفكها بيقوم بيطير بيصدوا. يلا ايوه زي في اللعبه دي. يلا ده اسمه قوس، اللي بيستعملوا القوس ده بيسموهم الرماه ديل الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقفهم في جبل ثاني غير جبل احد ده. الجبل ده كانوا طالعين فيه الناس، ده ياهو الجبل بتاع الرماه. نمشي نطلعه؟ بتحب التسلق؟ طيب يلا. وقال لهم ما تتحركوا من الجبل ده حتى لو نحن فزنا بالحرب انتوا ما تتحركوا من هنا. يلا في الاول المسلمين فازوا بالحرب، فقاموا الرماة لما شافوا المسلمين فازوا والناس جرت تلقت الغنائم دي شنو هو؟ بعد ما يقتلوا الناس بيكون في ناس لابسين ذهب، بيكون في ناس شايلين حاجات بيمشوا يشيلوها، دي بيسموها غنائم. وقعدوا يلقطوا في الغنائم بتاعتهم كانوا هنا كويس. قالوا ما نحن نمشي نلقط برضه احنا ما خلاص فزنا. الرسول جميل كان قال لهم اوعكم تتحركوا حتى لو شنو؟ حتى لو فزتوا. قاموا نزلوا الكفار، شافوا الرماة نزلوا من الجبل حقهم، قاموا بعد ما كانوا جارين لاهلهم انه مهزومين، لفوا ثاني رجعوا وجوا الرماة من ورا. الرماة ما نزلوا من الجبل، الكفار جوهم من ورا الجبل، قتلوهم وكده، فقاموا الكفار فازوا. ان شاء الله يكون طلعوا ما صعب. ان شاء الله يكون طلوعه ما صعب قصدك؟ لا ان شاء الله، هو صغير اصلا ما كبير صح؟ يلا شايف اللي قدامك ده يا روان؟ هاي ده كله جبل احد. نشتري شنو؟ ذكرى. طيب تشتري ذكرى زي شنو؟ عايز تشتري دي شنو هي؟ عبارة عن منحوتة جوا تخدي فيها الريحة بعدين تيجي تفتحها كده تعمل تتريح بعدين ترجع. عجبك؟ بعد ما اشتريت الذكرى يا روان جيت لقيت ماما كمان عايزة تشتري لك خاتم. خلاص تمام. روانة قولي لماما شكرا.
لا ربنا عسل خلاص. ردود فعلها ما شاء الله يعني. قلت لها قولي لا شكرا مشت حلمت طوالي. بعديها جينا وين؟ مسجد القبلتين. حسب ما افتكر وان شاء الله ما اكون غلطان انه كان المسلمين فيه بيصلوا على اتجاه المسجد الاقصى، وبعدين لما جاء موضوع انه القبله اتعكست للكعبه المشرفه خلصوا صلاتهم عكسوا القبله وصلوا مره ثانيه، فعشان كده سمي بمسجد القبلتين. Hunger will not wait for promises we made. بعدها جينا وين؟ جينا مسجد قباء اللي هو أول مسجد أسس في الإسلام، ومن مميزاته إنه الصلاة فيه تعادل العمرة، فلو جيتوا المدينة وقعدتوا تلفوا على المزارات مسجد قباء كمان من الأماكن المهمة اللي لازم تمشوها وتحرصوا إنكم تصلوا فيها على القدر ما We تقدروا. share one soul, we share one love, we have one time. واخر حاجه رجعنا المسجد النبوي الشريف عشان نزور الروضه الشريفه نصلي فيها ركعتين ونشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو حنقدر. الحمد لله طبعا قدرت اصل الروضه الشريفه وصلي لي فيها كم ركعه، بس ما قدرت اشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لانه كان زحمه شديد، بس ما مشكله ان شاء الله بجي بكره كده يكون الزحمه فيه اقل، فقلت هسه امشي لامي واشيل لها معي مويه زمزم كمان. صباح الخير عليكم. صباحية ثاني يوم السبت 9 يوليو، باقي على صلاة الصبح دقائق. هدفنا الرئيسي الليلة بعد صلاة الصبح إن شاء الله إن نزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، وبإذن الله حنقدر على كده. وبالمناسبة دي من أهم الحاجات اللي حتحتاجوها هنا. ليه؟ بالضبط عشان ما يحصل لكم كده. لا لحظة والله في حاجة تانية مهمة معاها. ايوه ده زائد ده يساوي انك ما تجيك نزله ان شاء الله في مكه والمدينه بسبب الزحمه. We are one humankind, brothers side by side. We'll have no regrets. We will not forget. وكده الحمد لله حققنا هدفنا وزرنا الغرفة المدفون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب اللي هو تقريبا تحت القبة الخضراء دي. وبعد ما تطلع من هنا تمشي طوال تلقى قدامك شنو؟ البقيع اللي هي مدفون فيها باقي الصحابة. We are one humankind, sisters side by side. We'll have no regret. لأنه في حبش كثير في السودان هنا، فباقي ربع ساعة نمشي نتوضأ ونصلي بعدين نمشي نخش. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. في بيت الحرام ويسرقوا إلى رجل. إن شاء الله خير. سرقوا منك شو؟ يسرقوا مني صباط والله. أنا كمان حصلت لي وفي البيت، بس في ناس بيغلطوا صدقني بيلبسوا مش يغلط صباط جديد كيف يغلط فيه؟ بيشبه الباقيين ولا مختلف؟ والله مختلف والله جايب عماي من ليبيا. ايوه ان شاء الله ربنا بعوضك احسن من كده ان شاء الله.